ممكن تنزلي، ممكن تنزلي، ممكن تنزلي، شكرا. أنا في حاجة عايزة اتكلم فيها، جت في دماغي، قلت لازم اتكلم فيها. دي اللوزة ما علينا. في كلمة احنا لازم نبطلها، لازم نعرف احنا ليه لازم نبطل نقول عادي. كلمة عادي دي مشكلة بشكلين أو 3. آخر واحد فيهم هقوله أنا كنت بعمله وممكن ما زلت باحاول يعني إن أنا أبطّله، وده بيأذي الشخص ذات نفسه. عادي الطريقتين التانيين ممكن تأذي الناس اللي حوالينا. إيه بقى الطرق اللي أنا باتكلم عليها؟ لمّا مثلًا بنقول عادي على الغلط، يعني في ناس هي مش الكلمة ذات نفسها بس، هو الconcept بتاعها كمان كلّه. في ناس بالنسبة لها تغلط الغلط، تقول لحد كلام مش كويس، تعمل مثلًا حاجة حرام، حد يجي يكلمها لأ عادي، يا بنتي ما ينفعش، يا بنتي عيب، يا بنتي غلط، يا بنتي حرام. أنا بالنسبة لي عادي. في ناس في سني عادي إن بتلاقي على لسانهم كلمة عادي دي كتير، أو إن الغلط ده عادي، الحاجة دي طالما بتحصل فهي عادي، اللي أنا قُلته ده عادي. وكمان فكرة إن أنا نزلت خدمة عامة في مدرسة إعدادي، فبدأت أتعامل بقى مع الأجيال الأصغر، وأنا ما عنديش اخوات صغيرين ولا الكلام ده، فكان بالنسبة لي الأجيال الأصغر دي لغز، يعني مش عارفة أتعامل معاهم ازاي أصلا. فلقيت مواقف كتير برضو تبقى البنت قايلة فيها مثلا حاجة، كلمت المدرس بطريقة مش كويسة، ومع العلم المدرسين في المدرسة اللي شغال فيها كلهم محترمين وأمهات وأبهات وكل الكلام ده. تكلم المدرس بطريقة مش أحسن حاجة، تتعامل معاه بطريقة عفوية، ممكن نقول تلقائية، والكلام ده على حسب ما هم مقتنعين. لوزة هتقع. بتعملي ايه؟ ماشي، نرجع للموضوع ده. ممكن بيكلموا الناس بطريقة مثلا مش كويسة، وتيجي المدرسة تكلم البنت اللي انتي قلتيه ده غلط، لا عادي، او اي كلمة توازي كده ان لا انا ما غلطتش، انا بقول كده بتلقائية، انا مش غلطانة عامة، والموضوع غلط. تحسوا كلمة عادي، معلش انا مش مرتبة الكلام، مش كاتبة حاجة، انا بتكلم من دماغي يعني. اللي متعود يقول عادي 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 على كل حاجة بيعملها وكل حاجة بيقولها وكل حاجة بتحصل، نوعا ما بتقفل عنده قابلية ان هو يتعلم. لان عادي ان احنا كلنا، هي ان احنا كلنا بنغلط، تمام، وبس بنتعلم. يعني ممكن اكون بعمل حاجة انا معرفش ان هي حرام، ما عدتش عليا معلومة ان هي حرام مثلا، وحد يجي يقولي خلي بالك اللي انت بتعمليه ده حرام. فانا لو في دماغي حتة ان لا، كل اللي انا بعمله تمام، وكل اللي انا بعمله مفيش حاجة غلط، وكل اللي انا بعمله عادي، يبقى مش هتعلم، يبقى مش هتقدم، مش هتطور. برضو لو حد جه يقول لي علمني، انا عدى عليا مدرسين كتير بهدوء. يعني انا مثلا ما كنتش اعرف من ضمن الاخلاقيات ان ما ينفعش اجي اكلم حد كبير وانا حاطه ايدي في جيبي. جت مدرسه في مره قالت لي كده، ما تحطيش ايدك في جيبك وانتي بتكلميني، وقالتها لي بهدوء. تقبلت الموضوع وخرجت ايدي من جيبي خلاص واتعلمت بقى. انما لو انا هستخدم الكونسبت ده بتاع عادي، كنتش هتعلم، ما كنتش هتطور. عادي ان احنا نسمع، في ناس بتنظر، بس في ناس تبقى عايزة بس تغلطك، في ناس بتقول على حاجات حرام وهي مش حرام اصلا. ف... زي موضوع الشبشب المقلوب ده، مش حرام، ومفيش حاجة في الدين بتتكلم على الشباشب ولا على الجزم، بس هو في ناس عندها كده.
وفي ناس فعلا في حاجات بتبقى حلال بتحرمها، فده مش معناه ان احنا نسمع كل حاجة، بس نسمع، انما نقفل ودنا وان ده عادي، ده احنا كده بنأذي الناس اللي حوالينا، ان احنا ممكن نغلط فيهم نقول عادي. كمان في العلاقات ما ينفعش مثلا اقول لا الكلمة دي انا قلتها عادية، هي ممكن تكون عادية بالنسبة لي بس بالنسبة اللي قدامي ما يتقبلهاش فزعل. ما ينفعش انا احكم مشاعره المفروض يحسها ازاي، المفروض يزعل من ايه ما يزعلش من ايه، ايه اللي هو يعتبره عادي ما يعتبروش عادي. فلو انا قلت كلمة ولقيت اللي قدامي اتاخد كده او زعل شوية وما تقبلهاش، ما ينفعش اقول له دي عادي، لا، يعني المفروض ان انا بعتذر، لان هو بالنسبة له ممكن تكون جرحت، ممكن تكون مش اسلوب لائق ان انا اتكلم بيه، خصوصا لو انا بتكلم مع حد اكبر مني و او والله حد في سني برضه. في ناس بيبقى حسب كل واحد وبيئته وتربيته وكل الكلام ده، انا ممكن بالنسبة لي في حاجات عادي، اسلوب بالنسبة لي برضه عادي، بس اجي اتكلم مع حد ما يتقبلوش، ساعتها اعتذر، او تصرف انا بعمله اللي قدامي يزعل منه، لان بنحافظ على الود، ومش معناها ان انا شخصية ضعيفة مثلا، بالعكس. سوري. وانا هنا مش بتكلم عن الناس القماصة اللي بتزعل على طول ومضيعة طاقتنا، ده في ناس لو اتنفسنا كده كحيتي يبقى انت قصدك بالكح دي ان كذا، لا، مش بتكلم على دول، بتكلم عن العلاقات الطبيعية اللي ممكن يبقى فيه اختلاف ما بيننا، فما ينفعش ان احنا ناخد ان احنا دايما صح، وان احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده عادي عادي عادي. ممكن نبطل الكلمة دي شوية. تاني استخدام لكلمة عادي اللي بيبقى ممكن مضر على مستوى المجتمع، وهو ان مثلا يكون في قضية زي القضية الفلسطينية، زي حرب السودان، اللي بيحصل في السودان واللي بيحصل في أي دولة عربية، اللي بيحصل في أي حتة عامة، ونيجي احنا نقول عادي، المقاطعة نقول عليها عادي، ان لا اصل هتعمل ايه يعني، اصل مش عارفة ايه، اصل انا اهتميت هعمل ايه اصلا. فكرة ان احنا نحس، مش بس نقول، نحس ان دي مواضيع عادية. اه مع الوقت انا مستوعبة ان مع الوقت الاحساس بيخف، بس ما ينفعش ان احنا نوصل بيه لدرجة ان هو ما كده كده بيحصل ما عادي اصلا هعمل ايه، لا، احنا بايدينا دعاء وبايدينا مقاطعة وبايدينا حاجات كتير، فما ينفعش ان احنا نقول عادي على قضايا المفروض تكون على الاقل لو مفيش في ايدينا حاجة نعملها تكون في قلوبنا وفي دماغنا. فده تاني استخدام لكلمة عادي، واحدة واحدة بيقتل جوانا الاحساس بالاخر، واللي مش اي اخر، يعني دي قضايا ما ينفعش ان هي تكون عادي، ما ينفعش. تالت استخدام بقى واللي شخصيا انا كنت بعمله، ولو سمحت لو حد بيعمل كده يبطل، عدم الإحساس بقدرات النفس، وأقول عليا أنا عادي، أنا محدش هيتأذي في الحتة دي غيري. أنا كنت بعمله إزاي؟ أنا من صغري اللي يعرفني أنا كنت بطلع من أوائل المدرسة، ابتدائي وإعدادي، يعني ملناش دعوة بثانوي. ثانوي كانت نظام جديد لسه مش فاهمة حاجة، وكان فيه اكتئاب وعديت بمرحلة صعبة يعني. عامة وأنا صغيرة كنت بطلع من أوائل المدرسة، بس أنا ما كنتش شايفة نفسي شاطرة، الناس كانت شايفاني شاطرة، ولغاية الناس كانت شايفاني شاطرة، ولغاية دلوقتي برضو في ناس كتير بتشوفني شاطرة ومجتهدة، وبسمع كلام كتير اللي هو انتي نشيطة وانتي 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 وانتي، وانا ما بشوفش نفسي كده خالص. يعني يمكن لغاية دلوقتي بحاول اصلح الموضوع ده، بس كنت زمان يعني اكتر ما كنتش بشوف نفسي ان انا لا مش شاطرة، يعني ليه، اصلا انا فعلا كنت بعمل مجهود اوي. يعني بشوف مثلا صحابي أو ناس تانية بيذاكروا كتير، بيحلوا كتير، بيعملوا حاجات كتير قوي، أنا كنت شايفة نفسي بعمل العادي أو المتوسط المطلوب مني وخلاص، فما كنتش عارفة أشوف نفسي شاطرة زي الناس التانيين. لغاية دلوقتي ممكن أقول أنا بسعى، يعني أنا بعمل العادي، بالعكس أنا مش بعمل كفاية،
بس لما جيت فكرت فيها، طيب لو انا فعلا ما كنتش بعمل حاجة زيادة، لو ما كنتش بحل زيادة، كنت بس بعمل اللي عليا، ومع ذلك بطلع من الاوائل وبجيب درجات واحيانا بقفل امتحانات، طب حتى لو ده مش تنزلي تنزلي حتى لو ده مش مجهود جامد، بس ده ما يدلش ان انا ذكية. فلما جت في دماغي التفكير ده والجملة ده، كأني كده وقفت اللحظة وظهرت هنا علامة التحميل بتاعت يوتيوب دي. اللي هو ما طب ما يمكن، ما ما ده دليل ان انا ذكية، مباخدش وقت كتير في المعلومة، بفهم بسرعة. طب ما كل دي قدرات، انا مش معترفة ليه بالقدرات دي، وده يخليني ابقى شاطرة. طب ما بص كده في حياتي قاليني ان انا عملت 1 2 3، وبغامر في 1 2 3، وعندي القدرة ان انا اعمل 1 2 3، والجرأة ان انا اجرب واجرب واعمل، و يعني اشوف تجربة جديدة واخش فيها واتعلم، افشل مش مشكلة، اقوم على رجلي تاني. طب ما كل دي مش قدرات؟ كل ده تقول ان انا شاطرة؟ انا عايزة ايه اكتر من كده عشان يثبت لي ان انا شاطرة؟ دي تقريبا في حاجة اسمها imposter syndrome او متلازمة المحتال، اللي هي بتبقى انت فعلا شخص شاطر بس انت مش حاسس او انت بتنكر ده. فما اعرفش دي اللي عندي ولا لا، يعني لا افقه شيء. بس يعني نوعا ما كنت كده، اللي هو لا انا مش معترفه ان انا شاطره ومستغربه يعني الناس بتقول عليا شاطره، بس في الحقيقه ان انا شاطره. يعني مش غرور ومش الكلام ده، الانسان دايما بيتعلم بكل الحاجات دي، بس كان عليا اني اعترف بقدرتي، ان انا ليه مقلله من نفسي وانا فعلا عملت انجازات حتى لو كانت صغيره، حتى لو كنت انا الصغيره ساعتها. يعني انا كنت برضو مش كبيره المناهج، مش صعبه، بس كون ان انا بجيب الحاجه بسرعه، بفهم الحاجه بسرعه، بقلل مجهود، ممكن افهم وافهم الاسئله الملتويه والكلام ده، ده معناه ان انا عندي قدرات. انا ليه مش بعترف بقدراتي؟ عشان كنت بقول عادي، كنت بقول لا، المجهود اللي انا بعمله ده مجهود عادي، كل الحاجات اللي انا بعملها دي حاجات عادية، فكانت تخليني شخص عادي، بنت عادية، ما فيهاش اي تميز اللي الناس شايفينه. يعني وما كانتش اللي كانوا بيقولوا كده، ما كانوش بس الناس اللي يعرفوني وانا صغيرة فيعرفوا ملك اللي كانت تطلع من الاوائل، لا كانوا برضو ناس عرفوني وانا كبيرة، ناس برضو وانا في الكلية مثلا، وانا في ثانوي الكلام ده، كانوا برضو بيشوفوني على اني مجتهدة، ان انا فيا حاجة انا ما كنتش شايفاها، كنت بستغرب انتوا شايفيني ناجحة على ايه، شايفيني مجتهدة على ايه؟ انا عادي، كل اللي بعمله عادي، بالعكس ده انا بعافر عشان اجيب العادي. بس في الحقيقة ان العادي بالنسبة لك او بالنسبة لك ممكن يكون بالنسبة لحد تاني مش عادي خالص. واحنا لو شلنا كلمة عادي من اللي احنا بنعمله في حياتنا وقدراتنا، ممكن نلاقي عندنا قدرات كتيرة جدا احنا مش عارفينها او مش راضيين نعترف بيها، علشان فاكرين ان ده عادي وبنقلل من قدر نفسنا. فلو اللي بيتفرج بيعمل كده، متعملوش كده، متعملوش كده. لما الناس تقول لكم ان انتوا شاطرين، اعرفوا ان انتوا شاطرين. لما الناس تشوفكم ان انتوا، برضه كلام الناس مش دايما بيتصدق، الكلام السلبي يعني، بس لما حد يقول انتوا شاطرين يبقى انتوا شاطرين، لما حد يقول انتوا ناس مجتهدة يبقى انتوا ناس مجتهدة. يعني دوروا في حياتكم هتلاقي سبب هو ليه بيقول كده. بلاش نقول عادي على نفسنا، خلينا كده ندور نفعكش في حياتنا، هنلاقي عندنا فعلا قدرات، لازم نعترف بقدراتنا. لو شيلوا كلمة عادي من مجهودنا، ان انا بعمل العادي، ان انا شخص عادي، مفيش حد عادي، كل واحد عنده قدرة مختلفة عن التاني، بتطلع في مكانها المخصص، في مكانها الصح،
في حاجة أنا ممكن أكون فيها عادي، بس في حتة تانية لأ أنا فيها مش عادي. فعامةً كشخص ما فيش حد عادي أو على طول عادي. أنا قُلت عادي كتير أوي. ده اللي كنت عايزة أقوله يعني، كنت عايزة أشرحه. هذا الموضوع غير مبني إطلاقًا على أي نظريات علمية أو أبحاث علمية أو كُتب، ده موضوع من دماغي. كان المفروض إن أنا أكمّل تصوير الفيديو في نفس اليوم، وكان المفروض إن أنا أدّي السيشن في نفس اليوم، بس آآ هي المفروض كنت أتصور يوم السبت، ما علينا. بس بقى لي فترة باتعب، باصدّع جامد، فبأجّل الشغل، وبرضه يعني شوية ظروف كده حاصلة، بس الحمد لله اشتغلت النهارده وباصوّر أهو. أنا اتكلمت المفروض إن هو في الفيديو اللي هيحصل ده يعني عن كلمة عادي واستخدامها كتير وأضرارها وأنواع استخدامها والكلام ده كله وازاي بتأثر علينا. إن شاء الله تشوفوني قريب كتير.